السلام عليكم، اهلا بيكم على قناة وصفات نود. اليوم هنحضر كيك النايتي عشان اولادنا الحلوين ببيضة واحدة وبطريقة اقتصادية وبطعمه الاصلي. يلا بينا نشوف الوصفة. بس لو اول مرة تشوفوني انا هند سليم ودي قناتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نقول بسم الله. معايا بيضة واحدة وهضيف عليها نص كوباية سكر بودرة، رشة فانيليا، واقلبها بقى كويس قوي. انا ضفت السكر بودرة علشان هستخدم المضرب العادي. تمام كده بالشكل ده. معايا ربع كوباية زيت وكوباية حليب. معايا 2 كوباية دقيق. هضيف اول كوباية وعليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، هنخلها كويس. وبعد كده هضيف الكوباية التانية ورشة ملح. تمام كده. نقلب بقى المكونات كده كويس قوي بالشكل ده. قوام متماسك شوية، شايفين؟ هبتدي بقى اشيل معلقتين كده صغيرين من خليط الكيك على جنب كده في طبق، عشان هشكل بيه الكيك بتاعي. هضيف عليهم معلقة صغيرة كاكاو خام وحوالي كده معلقتين حليب. تمام كده. هقلب بقى كويس. قبل ما نضيف الكاكاو لازم نكون نخلينه كويس، عشان مش عايزة فيه اي تكتلات. هقلبه بقى كويس قوي كده. هنا بقى هكون حضرت الصاج بتاعي، عليه ورق زبدة وهحط عليه الخليط. تمام. هفرده بقى كويس قوي بشويش كده وهيتفرد معاكي. طبعا بقى خليط الكاكاو حطيته في كيس الحلواني. ما عندكيش اي كيس عندك برضو افتحيه فتحة صغيرة كده وهيظبط معاكي. تمام. هعمل خطوط رفيعة متباعدة قريبة، بس يعني لما تكون قريبة بتبقى احسن بالشكل ده. خلص بقى الصاج كله كده بنفس الشكل. تمام كده. هبتدي بقى بخلة كده عندي، هبتدي اعمل خطوط كده عكس عكاز بالشكل ده. سهلة خالص. ان شاء الله هتعملوها وهتظبط معاكم. تمام. هدخلها بقى الفرن حوالي تلت ساعة كده بالشكل ده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شايفين السمك؟ هو ده السمك اللي المطلوب، يعني عشان لما احط الاتنين على بعض ما تبقاش تخينة قوي. هبتدي بقى اشيل الحروف بتاعة الكيك بالراحة كده. تمام. الاربع جوانب طبعا. وبعد كده هقسمها نصين. انا عاملاها بالنظر كده، انتي لو معاكي مسطرة ممكن تقيسي. تمام. اهو اتنين اهم قد بعض بالظبط. معايا بقى مربى فراولة. طبعا الكيك ده بصراحة يعني ما ينفعش معاه غير مربى فراولة او شوكليت. حطها بقى عليها كده
احط الجزء التاني عليها وابتدي بقى ايه اقسم كده، هقطعها كام قطعة. تمام كده. طبعا بقى اللي انا زودت الكمية، عملت صينية تانية عشان احشيها شوكليت. شكلها حلو جدا والطعم بجد ما تفرقهوش عن الاصلي. حاجة كده قيمة وشكلها لذيذ وتفتح نفس الاولاد. ممكن بقى مع كوباية شاي، مع كوباية لبن، هيفطروا بيها وهينبسطوا بيها جدا. دي بقى المحشية فراولة ودي محشية شوكليت اهي. افتحها لكم كده، شايفين طرية وهشة ولذيذة قوي. دي الفراولة برضو، شايفين حلوة ازاي. اتمنى بجد تجربوا الوصفة وتظبط معاكم ان شاء الله من اول مرة، واشوفكم في الوصفة الجاية ان شاء الله.